قبل ما نبدأ الفيلم حابب أقول لكم وحشتوني. الفيلم مش محتاج تشويه لأن الفيلم كله ترويج. الفيلم حالة من الأكشن والكوميديا والدراما التي لن ولم تراها إلا عندنا. كل اللي عليك يا صديقي تركز في البداية وتكمل الطريق للنهاية. والآن اربط الأحزمة وننطلق للفيلم. وبيبدأ الفيلم مع لو فيونغ، ضابط في الجيش الصيني اللي بيكون واخد فرقته ورايح علشان ينقذ اهل بلدته اللي بيكونوا شغالين في شركة يوتيني، ودول بيخرجوا بترول من صحراء الشرق الاوسط. لكن في عصابة هجمت عليهم علشان يسرقوا البترول اللي جوه، وقتلوا كل الامن اللي في المصنع. بيكونوا محوطين المصنع من كل اتجاه، بيكلموا الدعم. وفعلا لو فيونغ بيوصل بقوته هناك، وبتقابله الرئيسة تشونغ وبتقول له انا مش عارف اشكرك ازاي لانك جيت في الوقت المناسب. بيقول لها لا الشكر على واجب، ممكن تعرفيني ايه اللي حصل؟ وهم في العربية بتقول له العصابة خلصوا على امن المصنع بالكامل، واحنا بقالنا اسبوعين محبوسين جوه، وهم كل يومين يهجموا علينا، ولو هجموا علينا تاني هيخلصوا علينا بالكامل. يقول لها ما تخافيش، قفلي المخازن بالكامل واحنا هناخدكم من هنا على الارض الخضراء، وهناك هتلاقي الطيار مستنيكم هيوصلكم الصين. هو انتوا كام واحد انت والناس اللي معاكي؟ بتقول له احنا 498 وفي اطفال كتير. بيقول لها تمام، جهزوا علشان نتحرك الفجر. بينما الولد المخيف الوحش العنيف الذي بقدراته هيحشب كل واحد فينا رغيف، كريس، بيكون على عربيته واخوه وعصابته داخلين عليه. بيقول له خد كل الفلوس اللي انت عايزها، وبكده يا برنس تسيبنا ندخل ونخرج في المنطقه براحتنا من غير ما تاذينا ولا ناذيك. بيقول له خلصانه، وتاني مره لما تخش منطقتي تخش باحترامك انت والخرفان اللي معاك دول، فاهم يالا يا قرع انت؟ ولا الكلام مش عاجبك؟ وانت يا بنت انت اتدفنتي ليه وشك اصفر وبحس دايما انك مخضوضه؟ وانت يا والله انت الوحيد اللي محيرني، وشك شبه الخريطه اللي بشوفها على جوجل. نفسي اعرف مين اللي عامل لك الفرح اللي على وشك ده، وانا هعلق لك انوار. واخوه بيقول له يا اسطى اتكلم جد شويه، مش ناوي تشتغل معايا؟ مش عشانك، علشان الناس اللي انت بتراعيهم. في مهمه جديده داخل عليها، ولو دخلناها هيبقى فيها قرشين محترمين. في قوه من الجيش الصيني جايين ياخدوا الرجاله اللي في المصنع. في عصابه هتهجم عليهم وتخطف الرئيسه تشونغ وتسرق المصنع بالكامل. بيقول له اسمع كلامي وتعالى معايا ما تبقاش فقري. بيقول له انا مستحيل اعمل كده. بيقول له لو ابوك عايش كان عمل كده. بيقول له لا ده انت حقير زياده عن اللزوم، وبيسيبه ويمشي وبيرجع منطقته وبيلعب مع الاطفال كالعاده في الشارع. موظف الشركه هويان بيرجع في المكان وبيحاول يشغل الميه. كريس بيقول له ما تحاولش، الانابيب خلاص باظت. بيقول له كل ده بسبب الشركه بنت الهرمه دي، شغال معاهم ولكن في الحقيقه مش طايقهم. بيقول له عندك حق، بنوا السد قطعوا الميه علينا عشان البترول بتاعهم. بيقول له بالظبط، عشان الميه ترجع هنا محتاجين مبلغ كبير جدا. بيقول له انت هترشيهم؟ بيقول له البترول غالي لكن في الوقت اللي انتوا فيه المية اغلى بكتير جدا. بيقول له ده هيكلفني كام؟ بيقول له حوالي 100,000 دولار. بينصدم والست دي بتنصدم. عارف مين الست دي يا صديقي؟ ام جون الكبير، وانا بقول لها ام الكبير. المهم الحاجة سامانتا بتمشي. اون بيقول لكريس حاول اشوف ايه الدنيا. بيقول له حاول علشان الناس هنا مش هتعرف تعيش من غير المية، وبيسيبه ويمشي. ولوف بيحط المخطط ده ويقول لرجالته احنا هنمشي من الطريق ده، طريق الموت، لانه اسرع طريق هيودينا على الارض الخضراء. بتبقى البنت دي بتبص عليه من بعيد، واول ما تشوفه بتقفل الشباك. وهنا الحاجة سامانتا بتروح لكريس بتقول له انت هتجيب منين 100,000 علشان المية؟ بيقول لها ما تقلقيش هتصرف. وفعلا تاني يوم الفجر رئيسة تشونغ بتقفل كل الأجهزة وأنابيب البترول علشان محدش يعرف ياخد حاجة. ابنها بيقول لها محتاجين مفتاح الأمان. بتحط الفلاشة دي وفعلا بتقفل كل حاجة. تقول له انت كويس؟ بيقول لها حاسس ان دايخ ياما. الكل بيجهز ولوف بيقول لهم يلا ما عندناش وقت. وفعلا 498 واحد بيركبوا الباصات، واخر واحدة بتيجي هي البنت اللي كانت بص عليه. هي مي. بيقول لها حجزتلك مكان جنبي، تعالى هنا يا دكتوره مي. بتبعد بتفضل واقفه بعيد. بينزل تحت رجالته بيقول لهم جاهزين؟ بيقولوا له جاهزين يا فندم. وفعلا بيتحركوا والطيران بيطلع فوق. الطيار بيكلمه بيقول له يا فندم احنا هنمشي قدامكم عشان نمشط المكان. بيقول له تمام، ولو في اي حاجه بلغوني. وهم ماشيين بيقابلوا مطب. مي مذكراتها بتقع منها، بتتفتح على صورته بتاخدها قبل ما ياخدها. بيقول لها الوقفه هتتعبك، تعالى اقعدي وانا مش هكلمك. بتقول له لا انا مرتاحه كده. يقول لها دماغك ناشفه اكتر من دماغ امك الله يحرقها. بتبص له وتضحك بتقول له بجد هو انت لسه فاكرها؟ ما بيردش عليها. بيكمل طريقه. بيوصل ارض الموت
وبيقف على اول الطريق. مي بتقول له دي ارض الموت، الطريق ده خطر جدا. بيقول لها عندك حق، من يوم الحرب والناس اللي ماتت فيها والطريق بقى خراب، لكن ما تقلقيش انا عامل حساب لكل خطوه احنا ماشيينها. يلا يا رجاله جهزوا علشان هنتحرك. مي بعد اذنك اقعدي. فعلا بتقعد، يبداوا يتحركوا وهم ماشيين. الطفل ده بيقول وصلوا. بنته بتقول له خلي بالك العربيات دي كمين. بيقول لها عارف. ويزود بنزين بيضرب العربيتين يبعدهم عنه، وفعلا بيكونوا كمين ويتفجروا. الطفل ده بيكون مدد لهم ايده بالكوبايه وبيعدوا، معناها عايزين ميه. بيصعب على مين، يقول لها انت يا بنت يا مين انا هنا ما تخافيش ومستحيل حد يأذيكي. يقول له لا مش علشاني، علشانهم. انت هنا علشان تبان بطل قدام الكل. بيقول لها كانوا حاطين لي اسمك في اول القايمه علشان اجي. بتقول له جيت بعد ما كسرت قلب امي، مش هسامحك طول ما انا عايشه. بيقول لها امك هي اللي سابتني مش انا اللي سبتها. بتقول له سابتك علشان انت بتهملنا، كل حياتك شغل وما زالت حياتك شغل، لدرجه انها كانت على فراش الموت مرضيش تسيب شغلك وتيجي تشوفها. جبت القسوه دي منين؟ اكيد من السوبر ماركت يا مية حبيبتي. تروح اي سوبر ماركت في المنطقه وتقول له عايزه كيس قسوه بالفسوه، او ممكن تجيبي بالكيلو وده اوفر لك كتير. المهم بيقول لها بلاش الكلام ده يا بنتي، انا كنت في مهمه علشان ملايين اللي زيك واللي زي امك يعيشوا. بتقول له انا وامي كنا اكتر اتنين في الدنيا محتاجين لك. ما خلاص يا بنتي، الراجل بيقول لك كان بيحارب مش شارب، في ايه؟ المهم الاتنين بيكونوا في منتهى الحزن، ومره واحده بيشوفوا عاصفه رمليه قدامهم وهي عندنا اسمها زعبوبه يا صديقي. المهم بيقول لجميع القوات البسوا نظارات عشان في حوارات ومش هتخلص على خير. وفعلا دخلوا على الزعبوبه، بيكلم رجالته وبيقول لهم ايه الاخبار. محدش بيرد عليه، الاشاره بتكون قطعه. بيقول لهم الزعبوبه دي مش طبيعيه. وفعلا يا حبيبي بتكون في عصابه وراهم، بياخدوها جري ورا الاتوبيس اللي فيه الرئيسه شون. بيخشوا جوه وبينزلوا تخبيط في الامن، بيخلصوا على كل اللي في الباص واحد ورا التاني. وبيجي واحد منهم يركب الباص وياخدوه ويمشوا، وبيخش الباص التاني وياخدوا اللي فيه وبيرمي البنت المسؤوله عن الامن دي بره، وياخدوا الباص التاني ويمشوا. لوف بيوقف الباص بتاعه ويقول لرجالته ليه مش بترد. بيقولوا له مفيش اشاره. بيقول لهم في حد ناقص. البنت دي بتقول له الباص رقم 8 مش موجود. يقول لها راح فين؟ بتقول له راح في الاتجاه ده. يقول لها نهار طين، انا كنت عارف الزعبوبه دي وراها بني ادمين. وفعلا العصابه دي بيبقى قائدها كريس ابن المجانين، يكون شغال مع اخوه، بيخطفوا 5 من الباص ويسيبوه ويمشي. في الوقت ده لوف بيطلب طياره وفعلا بتجيله. بيقول لبنته انت هتيجي معايا عشان خبرتك في الصحراء. تقول له خلصانه، وفعلا بتروح معاه. وهم ماشيين بيشوفوا الاله دي هي اللي عملت الزعبوبه. بيقول انا كنت متاكد ان الزعبوبه دي وراها بني ادمين. بيفضلوا ماشيين لحد ما بيشوفوا اول باص. واحده من فريقه بتقول له في عصابه يا ريس هجموا علينا وخطفوا 2 من الباصات. بيقول لها مين هم؟ بتقول له امريكان محترفين. بيقول لها طب خد الباص وروح حصلي زمايلك. بتقول له خلصانه. وفعلا بيكمل بالطياره لحد ما بيشوف كريس ورجالته، بينزلوا فيهم تخبيط بالاسلحه لحد ما يفجروا عربيه منهم. كريس بيقول لهم اضربوا بسلاح العربيه، وفعلا بيضربوا بسلاح العربيه وفعلا بيوقعوا الطياره. وكريس ما يكونش حابب اللي بيحصل وكلهم بيرجعوا لرئيسهم. في الوقت ده لوف بيغير الطياره وبينزل عند الباص التاني، بيطمن على الناس اللي فيه، بيلاقي فيه 5 ناقصين. وفي الوقت ده كريس بيمسك اخوه بيقول له خليت نعمل ده لحساب مين الكلب اللي بيعمل كل ده؟ بيكون ابن الهرمة كوين. بيقول له اهدى يا كريس. كريس بيصدم ووين بيروح للي خاطفهم، بيرفع القناع عن اول واحده فيهم. بيقول لها الرئيسه شان. بيقول لها انا مبسوط قوي ان انت واقفه قدامي. بتقول له انت تعرفني يا ابني؟ بيقول لها اعرفك بس ما حصليش الشرف ان احنا نتكلم قبل كده، ولذلك انا زعلان. اول مقابله هنقضيها كده. وبيغطي وشها. بيقول لرجالته خدوها هي وكل اللي معاها. وبيروح لكريس وبياخده على جنب. بيقول له انت عارف ليه انا عملت كل ده؟ لان دي مش صحراء، ده عباره عن كنز بيطلع ذهب كل ساعه كل لحظه كل ثانيه. انا بقالي 16 سنه شغال معاهم، ضحيت بشبابي وكبابي وكل احبابي، وفي الاخر خدت ايه؟ ولا حاجه. وعشان كده جبت رئيسه المصنع هنا وهاخد حق منها عافيه. بيقول له وانا مالي، اخويا جابني هنا وقال لي هديك 100,000 اديني فلوس وخلينا امشي يا عم. بيقول له لا ما ينفعش يا كريس، لازم نخلص المهمه وناخد كل اللي احنا عايزينه، وقبل ما تمشي من هنا هديك فلوسك، يا اما تكمل معايا يا اما مالكش حاجه عندي. افتكر كلامي، انت محتاج 100,000 علشان توصل الميه لاهل حتتك. بيقول له انت طلعت انسان حقير. بيقول له براحتك وبيسيبه ويمشي. واخوه بيقول له ما تهدى يا عم، لازم نخلص المهمه دي عشان ناخد فلوسنا ونمشي. هو ده اللي انا اتفقت عليه واكتر من كده مش عامل، والنهارده هستناك تجيب لي فلوسي. وبيسيبه وبيمشي. هنري بيروح لاوين وبيقول له سيبك منه، انا وانت هنخلص كل حاجه. بيقول له انت فاشل يالا، وبيرفع سلاحه وبيخلص عليه هو وكل رجالته وبيسيبهم ويمشي. ولوف وهو في الطياره بيشوف كريس وهو ماشي، بيرفع عليه سكوب عشان يشوف شكله وبيقول للطيار خليك وراه
من غير ما ياخد باله، وفعلا بيروح وراه وكريس بيوصل بيته وبيكون في منتهى الغضب. الطفل ده بيرمي له الكرة وبيقول له يلا نلعب زي كل يوم. في الوقت ده لوف بيكون وصل وبيشوفه وهو بيلعب مع الواد وبيظهر له وبيدوس له على الكرة بتاعته، وكريس بيقول له انت تايه يا اخ؟ بيقول له لا انا جيت لك انت. بيقول له ايه اللي جابك منطقتي؟ بيقول له انت بتعمل ايه في الصحراء؟ بيقول له انا قاعد هنا بصطاد. تليفون لوف بيرن وكريس بيقول له الاطفال ما تخافوش. بيخلص التليفون بيقول له انا جاي هنا عشان خاطر اهلي. بيقول له مش انا اللي بتدور عليه، وبيقربوا من بعض والطفل ده بيجي جري على كريس يمسك ايديه، فلوف ما بيرضاش يأذيه ويسيبه يمشي، لكن بيلف الناحيه التانيه وبيستناه يتحرك. وفعلا كريس بيتحرك، يكون عايز الفلوس من اخوه ولوف بيكون وراه. وفعلا كريس بيوصل مكان اخوه ويفتح الباب ويخش جوه، بيلاقي مقتول هو ورجالته. بيتصدم ويعرف انه وين هو اللي خلص عليهم. بيقول له اشوفك في الاخره يا اخويا، وبيكون في منتهى الحزن وبيحس بحركه في المكان. بيكون له داخل جوه رافع سلاحه، لكن كريس من ناحيه تانيه بيهجم عليه. بيقول له انت عايز مني ايه؟ بيقول له عايز اعرف سبب وجودك في الصحراء ايه. كريس بينزل تخبيط فيه، ولكن على مين؟ لوف بيكون قادر عليه وبيلف الناحيه تانيه وبينزل تخبيط فيه وبيقول له ليه هجمت على اهل بلدي؟ بيقول له انا ما هجمتش على حد. بيلف الناحيه تانيه ويخرم له وشه، لكن ابن الهرمه بيكون قوي ويجيبه على الارض وبيرفع عليه اللودر ده، لكن لوف بيبعد. هتكون هتنزل على اخوه، بيحاول يلحقها ما يقدرش، فلوف بيبعد اخوه عنها. بيمسكوا ببعض، ولكن فجاه بيخش عليهم الشخص ده. بيقول له كريس انا عايز فلوس الاسلحه اللي اخوك خدها مني. بيقول له فلوس مين؟ بيشد الدبوس من القنبله والروسي بياخد رجالته ويمشي، وقبل ما تنفجر القنبله بيحط الدبوس مكانه. لوف بيقول له اسمع دول مش هيمشوا وهيفضلوا وهيضربوا عليك نار من بره. بيقول له اشمعنى؟ بيقول له انا اول ما شفتك كنت عايز اخرم دماغك بالسلاح. بيخرجوا وراهم وفعلا بيكونوا مجهزين المتعدد على العربيه، بينزلوا تخبيط فيهم بكل غباء. كريس بيقول له هنموت هات قنبله. بيقول له ما تجيب انت يا عم. بيقول له القنابل اقرب لك انت. بيقول له خلصانه. بينط يرمي له القنبله يفتحها ويرميها. لوف بيفتح له الثانيه ويرميها له. كريس بيشوفها بيرميها بسرعه بره. بيفتح له ثالثه بيقول له ليه فتحت اللي قبل دي؟ بيقول له يخرب بيتك دي كمان مفتوحه ارميها. وكريس يكون رايح يضربه بيقول له استنى ضرب النار هدي بره. الظاهر انهم مشيوا. بص كده. بيقول له ما تبص انت يا عم. بيقول له اقرب لك انت عندك بص بسرعه. فبيبص بيقول له خلاص مشيوا. فلاقيه فجاه رفع عليه السلاح. بيقول له قول لي مين العصابه اللي هجمت على المصنع وخطفت ولاد بلدي؟ بيقول له ها اخرك فاضي مش هتعرف تقتلني، عشان لو قتلتني مش هتعرف مين اللي خطف ولا فين مكانهم. وبيسيبه بيخرج بيشوف عربيته بيقول لها عزه حبيبتي. بيقول له ايه كان اسمها عزه؟ خلي بالك فيها عجله مريحه. وبيمشوا من هناك وكريس بيقول له يلا بينا. اللي خطف اهل بلدك عيل اسمه كوين. بيقول له ما تهدى يا عم انت تجري ليه؟ بيقول له ما اعرفش بس المكان هنا بيبقى خطر بالليل والمكان فجاه بينفجر. بيقول له بص مش قلت لك؟ وبيسلموا على بعض وكريس بيفضل ماسك ايده. بيقول له ما تسيب ايدي يا عم وانت كاتب عليا. وبيمشوا من المكان. في الوقت ده كون ورجالته بيبقوا في المصنع، واللي قاعد على الجهاز بيقول له كل حاجه مشفره محتاجين مفتاح الامان. وبون بيشيل القناع من على وش الرئيسه بيقول لها فين مفتاح الامان؟ بتقول له هتسرق النفط بتاعنا. بيقعد ويقول لها بصي انا كنت شغال هنا يعني انا معاكي مش ضدك، بس لكن في اطفال وناس كبيره وشقى عمري كل ده دين عليكي لازم تسدديه. بتقول له بس انت كده حرامي. بيقول لها مش لوحدي ما انتوا كمان بتسرقوا. بتقول له لا في فرق احنا بنشتري بكامل اراده صاحب الارض. بيقول لها طب انجزي عايز المفتاح بعد اذنك. بتقول له مفيش. فبيقتل واحد من مساعدينها. بتتصدم فبيقول لها فين المفتاح؟ ما بتردش عليه. فبيقتل الثاني بيقول لها فين المفتاح؟ من الصدمه ما بتردش عليه. فبيروح عند الاخير وبيشيل من على وش ابنها القناع. فبتقول له خلاص ما تقتلهوش كل حاجه انت عايزها هتلاقيها في الشنطه بتاعتك. بيقول لها وفين الشنطه بتاعتك؟ بتقول له ما اعرفش صدقني مش معايا. بيشد الاجزاء وبيكون خلاص هيخلص عليه. فالواد بيقول له رن على تليفونها اتصل بتليفونها هتعرف فين مكان الشنطه، لان التليفون في الشنطه. فعلا بيتصل بالتليفون والشنطه بالكامل بتكون مع مين؟ بنت لو بترد. وكريس ولو بيخشوا للاطفال وكريس بيسلم عليهم كلهم بيقول لهم انتوا مستعدين عشان نغني اغنيتنا المفضله؟ بيقولوا له جاهزين يا فنان. بيقول لهم تمام. مين حبيب كوكي؟ انا. مين روح كوكي؟ انا. علشان خاطر مين؟ كوكي بتنزل فيديوهات هنا. ولوف بيكون واقف في منتهى السعاده. هو واحد من رجالته بيتصل بيه بيقول له تمام يا ريس احنا وصلنا المنطقه الخضراء بسلام. بيقول له تمام وانا هجيب الخمس رهائن المخطوفين واحصلكوا على هناك. مين؟ بتقول له في حد اتصل بيا. قلت له مين؟ قلت له مين؟ سمع اسمه وقفل. بيقول لها تمام كله هيبان. بيبصوا هما الاثنين على كريس. تقول له ايه رايك في كريس ده؟ هتثق فيه؟ الشخص عاش طول حياته يربي ايتام اكيد من جواه نضيف اكيد هنثق فيه. بيخش لكريس بيقول له اركن انت على جنب انت مش عارف تلعبهم كويس. بيقلد لهم القرد والغزاله. بيقول لكريس لو جدع قول لي ده شكل مين؟ اكيد ده شبه كرمه. بيقول له لا. بيقول له لا ده وش الكلب البلدي وهو صغير. بيقول له اكيد ده وش الفرخه البلدي. بيقول له لا ده وش الكلب البلدي وهو صغير. بيخلصوا مع الاطفال والحاجه سمانتا تقول لهم حان وقت العشاء. لوف بيحل على البنت دي بياخد الاكل اللي معاها. بيخرج بره لكريس بيلاقيه قاعد وفي حاجه محيراه. بيقول له مالك؟ بيقول له بص يا اسطى البنت اللي انت جايبها معاك جوه دي المذكرات دي وقعت منها
هنا، وانا احتراما ليك وليها ما فتحتش المذكره وسبتها زي ما هي. لكن بيني وبينك البت فرصه عليها وسط ماشي يهز لوحده للامانه، وتكه يعني. بيصدم وبيقول له الفرصه دي تبقى بنتي. بيقول له لا لا هي مش فرصه ولا وتكه ولا حاجه، انا ازاي ما جاش في بالي انها بنتك؟ انا اسف يا اسطى يا عم، انا بعت التاكس خلاص، مي دي بنتي، بس انا لكن نزلت في نظرها قوي وتقريبا انا بالنسبه لها شخص ميت. بيقول له وانت هتسيبها كده؟ بيقول له مفيش حل تاني. بيقول له بس انت قلت لي ما بتعرفش تخسر. بيقول له انا ما بعرفش اخسر اي حرب، بس في الحياه العائليه حاجه تانية خالص، ولا حاجه تانية ولا حاجه. انت سالتني انا كنت ليه في الصحراء هنا لوحدك، بس انا في الحقيقه ما كنتش لوحدي ولا حاجه، كنت انا وابويا واخويا فريق مهمات صعبه، الناس بتدينا فلوس بنخلص لهم اي مصلحه، لحد ما في يوم جات لنا مهمه على طريق الموت. ابويا كان رافض بس انا فضلت ازن على ودانه لحد ما قبل المهمه. طلعنا على طريق الموت، الضرب استمر لمده 48 ساعه لحد ما خلاص جبنا اخرنا، وانا حطيت خطه عشان نهرب من المكان. شاورت لابويا عشان يتحرك وكلنا اتحركنا في وقت واحد، بس لكن ابويا خد طلقه في دماغه ومات قدام عينيا. من ساعتها انا سايب الطريق ده خالص وعايش وسط الناس البسيطه دي من غير عيله. بيقول له الناس دي بقت عيلتك ولازم تحارب علشانهم. بيقول له اكيد، هو ده اللي انا عايش عشانه. وبيقول له لازم انت كمان تكمل وتكسب حرب بنتك. بيقول له اكيد، وبيسلموا على بعض وبيحسوا بحركه غريبه في المكان. مي بتكون سامعه كل اللي حصل، وكريس بيقوم بيقول لها فضي المكان كله وخد العيال بعيد عن هنا، وفعلا بتمشيهم ورجاله اوين بيكونوا مالين كل المكان. كريس بيقول له انت هتهجم من فوق وانا ههجم من تحت، وفعلا كريس بيخلص على اول واحد فيهم، واولاد الهرمه بيتكاتروا على لوف من فوق. كريس بينزل عليهم بيهدم بهم المكان وياخدهم لتحت، ولوف بيقع عليه لتحت بيقول له ما تقلقش يا اسطى انا كويس. انت كويس؟ بيقول له قوم من عليا يخرب بيتك كسرت عظمي. بيقول له انت مش قلت لي هتهجم من تحت؟ ليه هجمت من فوق؟ بيقول له هجمت تحت وطلعت فوق. بيقول له خلاص ما تتكلمش تاني. بيقول له بتفهم لغه اشارات الجيش؟ بيقول له عيب عليك يا جدع. بيقول له خلاص خليك ورايا يلا انطلق. بس لكن كريس بيكون مشي اصلا. بيقول له استنى، 1 2 3 اهجم. بيهجموا سوا وبيخبط ابن الهرم ده في الحيط. بيقول له ايه رايك؟ ولكن بيكون في واحد تاني بيقول له خلي بالك. كريس ما بيفهمش لغه الاشاره فبيخرج عليه بداله، بيخلص عليه بيقول له انت ما عرفش معنى الاشاره دي؟ بيقول له يا عم ده حاجات عيب، يا اما نتكلم في التليفون يا اما تشقطني يا نشرب بيره سوا يا تنام معايا. بيقول له اخرس خالص، انا ههجم من تحت وانت هتهجم من فوق، وبعدها يا صديقي عينيك ما تشوف الا النور. بيخلصوا على كتير منهم، لكن ابن الهرمه ده بيضرب على كريس بازوكا بتجيبه على الارض، وبيقوم بيخش جري لمين وبيقول لها فين التليفون؟ بتقول له اهو. بياخد منها التليفون وبيخرج بيه بره. بيقول لهم مش هو ده اللي انتوا عايزينه؟ وفجاه اهل المنطقه بيتلموا عليه بالمقاشات، بيشدوا القنبله دي وبيعمروا اسلحتهم. بيقولوا له احنا عايزين الشنطه اللي كان فيها التليفون ده. بيخش جوه وبيجيب لهم الشنطه بياخدوها وبيمشوا. مي بتقول له انت اتجننت؟ بيقول لها لا انا ما اتجننتش، بس دول اهل قريتي ولازم احميهم، ولو كانوا عايزين الشنطه خليهم يغوروا بيها. وتاني يوم بيكونوا واقفين سوا. بيقول لها هو انت ليه زعلانه على الشنطه دي؟ تقول له الشنطه دي كان فيها مفتاح امان بتاع البترول اللي في المخازن. ابوها بيقول لها قد ايه الكميه دي؟ تقول له براميل بالملايين. كريس بيقول لهم لو يشيلوا الكميه دي محتاجين اكتر من 500 عربيه. مي بتقول له لا مش محتاجين ولا عربيه عشان في انابيب تحت الارض بتوصل البترول ده للمكان اللي هم عايزينه. بيقول لها يا نهار اسود بكده هيبقى في مليارات هتتسرق. باباها بيقول دي اكبر عمليه سرقه في التاريخ. كريس بيقول له يلا احنا لازم نوقف اللي بيحصل ده. وفعلا اون بيكون معاه الفلاشه بيقول الشون خدي وقومي اعملي شغلك حالا. وفعلا بتحط الفلاشه والباسورد ويبدا الشغل يا كبير. تفتكر هيسيبوهم يعملوا كده يا صديقي؟ قولها معايا. لا والله بيخشوا بالعربيه المفتريه في المصنع بيدشملوه على اللي فيه. لوف بيقول له تعالى ورايا بيتنطط زي القرد، وكريس بيضحك عليه وبيفضل واقف على الارض، واللي بيجي عليه بيكنس بيه الارض، واللي بعده يا هناه يا سعد. ولكن اولاد الهرمه بيزنقوا لوف، ولكن كريس بيسنده بالماسوره دي وبيخبط في كل اللي حواليه. بيبعتوا الناحيه الثانيه وبينزل الماسوره وبيفرم كل اللي حواليه، وبيطلع على اوضه التحكم بيكون فيها ابن الهرمه ده اللي عامل في وشه فرح. لوف بيلهيه وكريس بالخرطوم بيديه. الاثنين بيخشوا عليه، لكن ابن الهرمه بيكون حريف برجليه، بينزل تخبيط فيهم يمين وشمال وبيرفع عليهم السلاح. بيخلص المسدس اللي معاهم، فريس بيلهيه بالكلام. ومن الناحيه الثانيه لوف بيهجم عليه، بياخد واحده على الطاير دبل كيك. بيقول لكريس سيبهولي وهات لي ابن الهرمه كوين. وفعلا وين بيكون معبي العربيات دي بترول وماشي، وكريس بيجري وراه لكن ما بيقدرش يحصله. وفجاه بيلاقي العربيه دي جايه عليه. بيقول هي عربيتي سوزي، يا ترى مين اللي راكبها؟ انا هقتله مهما كان مين هو. بيلاقي اللي راكبها مين. بيقول لها بالراحه على سوزي وروح وراهم. وهي بتلف وبطل اول خبطه بيغضب وبيكتم غضبه جواه علشان بيحبها. وهي ماشيه بتاخد الغيار بيقول لها بالراحه على الفتيس. تقول له انت يا عم فتيسك بايظ. بيقول لها فتيسي وفتيس عيلتي كلها تحت امرك، بس خليك حنين عليها. وبرضه بيكتم غضبه جواه. ابن الهرمه وين بيغير اتجاهه وبيقول لها خليك وراه. بينزلوا في الصحراء لكن بينزلوا نزله كبيره قوي، وين بيعديها وكريس بيقول لها بلاش قلبي هيقف. بتقول له ما تخافش يا عم هنعديها. وفعلا باقصى سرعه بتطير والعربيه بتنزل. لا حول ولا قوه الا بالله. بتقول له انا اسفه. بيقول لها اسفه
وفي الوقت ده بيكون لوف مع ابن الهرمة ومش قادر عليه، بيفتح عليه مواسير الصابون بيزحلقه وبيفضل يخبط فيه يمين في شمال. كل ما يفتح عينيه بيديله على وشه وبيقول له خد دي، بيعلقه في حبال السدس وبيسيبه محشور في المواسير دي. بياخد العربيه وبيروح جري ورا وين. كريز ومي بيوقفوه بيلاقوه بيبص على العربيه، بيقول له العربيه بتاعتك يا اسطى، بيقول له هزود العجله وبلاش تريقه عشان ما اقتلش بنتك. بيركب معاه ومن غضبه بيقطع الحزام وبيتحركوا. بيقول له خش من الطريق دي، احنا كده هنبقى وراه، ما تزود السرعه شويه. بيقول له انا كده ماشي على اقصى سرعه. بيقول له ما عندناش غير حل واحد، امسكوا ببعض كويس. وبيرفع السكينه دي، تربو العربيه بيشتغل وبيبدا الهبد الهندي. في ثانيه بيبقوا قصادهم وكريس بيقول له ما تخشش في وسط التريلات هنموت، لكن بيخش ولا يهمه، بيفجر العربيات كلها ورجاله التون كلهم بيموتوا الا هو ابن الهرمه. لوف بيقول له اركب وبيجي يتحرك، بيلاقي جهاز العربيه كله بيصرخ. كريس بيسده بايده وبيقول له اطلع تاني، بيرفعوا السكينه وفي ثانيه بيبقوا ورا وين بياخدوه في وشهم. ولوف بيشوف الصخره دي قدامه، ولوف بيقول لكريس عد من 1 ل5 ونط من العربيه. بيقول له مش سامع. لوف بيربط بنته بالحبل ده ويرميها في عربيه وين. العربيه بتنط بيهم ولوف وبنته بيخرجوا من العربيه. العربيه تنزل بكريس تنفجر، وابن الهرمه وين بيكون لسه عايش وبيضحك وبيتف عليهم وبيكون لسه هيطلع بالعربيه عشان يقطع الحبل اللي هم متعلقين فيه. بيكون لسه يا صديقي هيتحرك وفجاه العربيه بتنزل بيه لتحت، ولوف ومي بينزلوا على الحته دي، ولكن العربيه تكون هتسحبهم بالحبل وين بيضحك عليهم. ولكن لوف بيفك جاكيت مي والحبل بيلفهم لف الجيتو وبينزل لتحت. وين بيتكل على الله بيموت، ولوف بيسال مي على كريس، تقول له ما اعرفش. بيفضل ينده عليه وبيعرف يا صديقي ان هو مات. مي بتكون في منتهى الحزن عليه، ولكن مي بتشوف مذكراتها في جيب باباها، بتاخدها بتقول له انت لقيتها فين. بتفتحها بتلاقيه لازق الصوره اللي كانت قطعاها فيها، بيكون كريس هو اللي لزقها وبتاخد باباها بالحضن. بيكونوا في منتهى الحزن. مره واحده لوف بيلاقي حد مسكه من رجليه، بيكون هو الفتى العنيف يا صديقي. بيقول لهم انا اسف ان انا قطعت اللحظه الحلوه دي، سامحوني، وفي نفس الوقت خرجوني. بيخرجوه ولوف بيقول له انا كنت فاكرك موت. بيقول له عمر الشقي بقى يا عمي، من مين هيتجوز القمر دي؟ بيقول له بعد ايدك عنها يالا، انت فاكرها سايبه؟ هجوز بنت الجربوع زيك؟ بيقول له يعني ايه؟ بيقول لازم تتعلم مهارات الجيش عشان اعرف اجوزك بنت. بيقول له طيب يا رب الجيش يكون علمك انت حاجه وتعرف تخرجنا من الورطه اللي احنا فيها دي. بيقول له ها طبعا، اندهوا معايا الحقونا يا عالم، خرجونا يا ناس. بيقول له لا عندي خطه تانية. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى يا صديقي يكون عجبك زي ما عجبني، وتحط لايك يدوبني، وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوفني تاني، ونقول سلام سلام سلام.